بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى معنا. نتمنوا الجميع يكون بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. هاد الأيامات كيلقيو القلب بزاف على الموضوع ديال النفط الروسي والتعاملات المغربية مع روسيا في مجال الطاقات، وعلاش ما انعكسش بشكل إيجابي على السوق الوطنية. نشوفوا هاد الانعكاسات وأيضا حجم التعاملات، بالإضافة إلى واحد النقاط مهمة أبعد من السوق الوطنية، وكيفاش أن المغرب ممكن يستافد من هذه الأمور. كاينة نقطة مهمة نهضروا عليها أيضا، هو غياب الحكومة في التواصل. هذه من أقفز النقاط اللي كاينة في هذه الحكومة، لا سيما في هذه الأزمة اللي كاينة. غلاء المعيشة، مجموعة ديال الإشاعات، كاين اللي صحيح كاين اللي خطأ. خاص الحكومة والناس المسؤولين يتواصلوا مع المواطن. أكثر مرة قلنا على الأقل يديروا مرة في السيمانة مور ذاك المجلس الحكومي اللي تيكون نهار الخميس، على الأقل في الليل يجي واحد المسؤول يهضر بالدارجة المغربية هادي معنا، بلغة بسيطة بلا لغة الخشب، يهضر مع المواطن، يطمئنو، يفهم له علاش هادي غالية، علاش رخيصة، الاحتمالات اللي كاينة، باش يحافظ على السلم الاجتماعي. هاد موجة الغلاء اللي كاينة والانعكاسات ديالها على الطبقة الشعبية بصفة عامة وعلى الطبقة المغربية، راه مبقى حتى حد يقدر يستحملها، وغادي تؤدي لمجموعة ديال الانفلاتات لا قدر الله. الإنسان خصو يتفاداها ويشوف بعيد ويوضح. راه الحوار مزيان، الحوار والهضره راه تتبرد على الاقل. نرجعوا للموضوع ديالنا، اول نقطه نهضروا عليها هما المعطيات. يعني نجيبوهم من واحد الموقع عالمي اللي معروف، اللي هو معروف بواحد بلومبيرغ ال بي. بلومبيرغ ام بي هي عباره على واحد الشركه عالميه تدير مجموعه الخدمات، من الخدمات الاخباريه، الاعلاميه، المعلومات الماليه، المعلومات الاقتصاديه. شركه متعدده الجنسيات، المقر ديالها كاين في نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه، بالضبط في برج ديال بلومبيرغ. الموقع هو www.bloomberg.com. هذا موقع تعتمدوا عليه بزاف الناس، سواء الشركات او القطاعات الحكوميه غير الحكوميه، منظمات، باش يجيبوا الداتا وتيجيبوا مجموعه المعلومات. اللي بغى يتسجل فيه هو المعلومات فيه غير مجانيه، ولكن تيمكن لهم يعطيوك مره ارتيكل ولا جوج. بالنسبه للناس بحالنا اللي ماشي هما متخصصين، تيكفيهم دوك لي زارتيكل ولا الخلاصات اللي تكون قصيره، يمكن لك تاخذ منها المعلومات. بينما يعني شركات الحكومات تيبغيو الديتاي، على طبيعه الحال خصهم يخلصوا على هاد المعلومات. بالنسبه لهذا الموقع، نهار 31 يناير 2023 غادي يدير واحد الارتيكل بالضبط في واحد الكولون ولا في واحد الروبريك اللي سميتها ماركتس. وغادي العنوان ديال الارتيكل كان تحت العنوان التالي: Turkey and Morocco are emerging as demand surge of Russia diesel before UAE ban. يعني انه قال لك التعاملات، ولا تيظهر ان تركيا والمغرب ولاو مصدر كبير ديال الطلب الديزل الروسي قبل الحظر الاوروبي. الحظر الاوروبي اللي بين قوسين، اما في الواقع ما كاين لا حظر لا والو. فهذا الموضوع علاش تطرق بزاف للمغرب وتركيا؟ تطرق لهم لانهم كانوا اكثر الدول طلبا على التعاملات في الديزل في هاد الشهور الاخيره. ولا رجعنا لهاد المعطيات كامله، تلقاو ان المغرب مثلا سنه 2021 خدا تقريبا 66 الف طن من المحروقات من روسيا. في 2022 هياخد حجم ديال التعاملات تقريبا ديال 735 الف طن. شوفوا من 66 طلع ل 735، شوفوا شحال تضاعف الرقم. يعني واحد الرقم اللي كبير. وبالضبط فوقاش بداو التعاملات كبروا؟ من سبتمبر 2023. هاد الوقيته كامله في المغرب الصحافه ولا الناس ما جايبين خبر، والامور غاده ساكته الدق وسكت. بينما يعني نفس الموقع تعطي حجم التعاملات فقط في يناير حتى الحدود 31 يناير 2023 وصلنا ل 200 الف طن. الا مشينا بهذا البروغريس ولا بهذا يعني الارتفاع، راحنا تنهضروا على غادي نفوتوا تقريبا واحد 2 المليون طن سنه 2023 او لا اكثر. دابا غادي نهضروا علاش ما انعكساتش على السوق الوطنيه. ما انعكساش لان ما كاينش الوضوح، بالاضافه ان كاين يعني واحد اللوبيات اللي تستغل في اي وقت فيها فرصه باش دير ربح. باش تنهضروا دائما بحياديه. فاش كنا تنهضروا على تيشريو ديزل من روتردام وتيشريو المكرر ولا الرافيني، قلنا ان كاين مجموعه العوامل تتاثر مباشره على السعر ديال الديزل في المغرب، سواء الديزل او لا ليسونس. المحروقات بصفه عامه هضرنا على ارتفاع الدولار، وهضرنا على الرافيني ولا المكرر ارتفع تقريبا من المعدل ديال 460 دولار الطن، وصل ل 1000 دولار. يعني تضرب الثمن بجوج مع هذه، قلنا محقهم يبيعوا بداك الثمن وما يبيعوش. ولكن منين كاين هذه القضيه وتعرفوا ان كاين الكيو اي اللي دارته الامم المتحده وخفضات السعر ديال
ثمن البترول والمحروقات الروسية أقل من الثمن ديال السوق العالمية، بالتالي راهما تيجيبوا الرافيني، لأن المغرب ما تيجيبش الخام، ما عندناش فين نكرو، تنجيبوه راه واجد، وبالتالي خص ينعكس على السوق الوطنية مباشرة، وإلا خاص الناس اللي مسؤولين والناس اللي في الحكومة ولا مجلس المنافسة يخرج يشرح للناس شنو كاين باش الأمور تكون كلها واضحة، باش دائما نهضروا بحيادية، ما نجيو لا مع الحكومة، ما نجيو مع الناس الآخرين، خص دائما تجي في الوسط باش المواطن ولا المتلقي يفهم. ولكن دابا الموضوع أكبر من ذلك بكثير، هو أن خص المغرب يستغل هذه الفرصة أحسن استغلال. علاش دابا هما ذكروا تركيا وهضروا على الصادرات ديالها والواردات من الديزل، وقلت لكم في الأول أن الحظر تيبقى مجرد كلام ماشي واقع، لأن أوروبا في حاجة إلى مصادر الطاقة، سواء الغاز أو لا، يعني الديزل، الفيول، كاع الكاربيرو باش تحرك لي فييكول ديالها، وتيخدم حتى في الاندستري بصفة عامة، يعني في الصناعة، المنشآت الصناعية وفي الأوفشور فين ما مشينا ضروري خصنا مصادر الطاقة، لا باش نحركوا لي زونجان ودوك لي زينيتي اللي كاينين، ولا باش نديروا التدفئه، وحتى على حساب عاوتاني بعض الاحيان في الكليماتيزاسيون كاين المناطق اللي تنخدموا بالهيدروب الكتروجين هذه. المهم الطاقه مهمه جدا، هما باش يرضيو الشعوب ديالهم ويضحكوا عليهم ونفس الوقت يحافظوا على التوازنات الجيوستراتيجيه والتوازنات الاقتصاديه والتوازن ديال الطاقه. عطاو تركيا واحد الفرصه، شنو هي تركيا لعبات الدور ديال الوسيط، انها تاخذ من روسيا البترول وتولي تدوزو لاوروبا، لان ارتفعات الواردات ديالها في نفس الوقت ارتفعات الصادرات، وهي في هذه الوساطه تجني ملايين الدولارات، وفي نفس الوقت واحد الجزء كبير من هذوك الحجم ديال الواردات اللي تستورد تركيا تتوجهوا لافريقيا. واللي دخل هذا البرومبيرغ ويشوف لي كور ويشوف يعني لي دياغرام وهذوك المنحنيات وجميع الرسوم البيانيه تيوضح لك يعني الاتجاهات ديال تركيا. حنا نفس الوقت اللي المغرب كثر التعاملات مع روسيا وتيستورد من هذه المواد، راه ممكن انه يولي كناقل نحو افريقيا وكموزع، واش كيجي من تركيا لافريقيا كيجي من المغرب يمشي لافريقيا، وكذا المغرب يربح بزاف، يربح من الناحيه الاقتصاديه ويربح نقطه اكثر مما هو اقتصادي، الا وهو من الناحيه الدبلوماسيه ومن الناحيه ديال النفوذ. يولي عندك نفوذ وعمق استراتيجي، عمق استراتيجي وعمق اقتصادي، وتكثر لك التبعيه. وعاد تنهضروا على غضرب فرنسا مره واحده اخرى، فرنسا راه تضرب في افريقيا وغادي تزيد انت تضربها شويه في المعقل ديالها، اولا تاخذ النفوذ وتنافسها اقتصاديا مع المنافسات الاخرى اللي عندها، يعني استفاده على جميع الجوانب. وعاد لا هضرنا على الموضوع الانعكاسات ديالو على المستوى الوطني، ضروري خص الاسعار تنهار، خصها تهبط، ما تبقاش في هذه الاثمنه، على الاقل تهبط بواحد درهم او لا جوج اضعاف الايمان، لان الثمن اللي محدده روسيا وحده الامم المتحده ومحبين بفعل حقوق الانسان ومجموعه ديال هذوك البروباغندا والكلام اللي هما تيبيعوا به الاوهام ديالهم وتيستغلوا هذوك الدول فين تيبغيو. بحكم هذه النقطة راه السعر ديال الطاقة الروسية ولا منتوجات الطاقة راه انخفض، واخا روسيا هضرات قالت ما غاديش نبقى نبيع بداك الثمن، غادي تبقى تبيع بالثمن اللي هو أكثر، يعني نديرو تيط ا ولا اتفاق ثنائي بيلاتيرال بيني وبينك ونتفاهموا عليه، وفي جميع الأحوال غيكون أحسن من السوق العالمي، وفي جميع الأحوال ما يكونش مسعر بالثمن ديال الدولار، وغنستافدوا من فرق العملة، لان راه المشكل ديال التضخم اللي كاين في الدولار واللي تينعكس هنا تيزيد بجوج دراهم على الاقل، ولا واحد درهم و70 درهم و80، حنا نمشيو في جوج دراهم باش جينا حساب ساعه شحال تيزاد عليك في الليترو. ونفس الوقت داك الليترو راه تينعكس على المسائل الاخرى المرتبطه بالنقل، المرتبطه بالشحن بصفه عامه، ولا سلاسل الامداد، لان راه وحده لاصقه في وحده. راه واش نهضروا سلاسل الامداد سواء البحريه او الجويه او لا تنهضروا على النقل الطرقي، راه كله مرتبطين. باقي النقل الجوي تينقص شويه، ولكن فاش نجمعوا مثلا ما بين النقل البري والنقل البحري راه توصلوا على الاقل واحد 80% من الطاقه الاستيعابيه ديال البضائع اللي تتروج على مستوى الارض، لان دائما راه موضوع مرتبط بالاخر، وميدان تاثر على الاخر. راه دابا الزلزال اللي دار في تركيا راه اثر مباشره على مجموعه المواد. نعطيكم واحد المثال بسيط، داك الحمص اللي تياكلوا داك الصفر اللي تيجي من تركيا اللي هو رطب، راه كان الثمن تيدير 40 درهم ولا تيدير 60 درهم، راه زاد شحال تقريبا 50%، وممكن غيزاد اكثر. يعني العالم متقلب، ضروري باش يكون عندك واحد الاقتصاد قوي ويكون عندك علاقات باش تعتمد عليهم. ونتمنى مستقبلا ان ينعكس هاد المصادر الطاقه اللي تجي عندنا من روسيا على السوق الوطنيه، باش على الاقل تنقص هذوك المشاكل وديك الحده اللي كاينه،
وتنعكس على المواد الغذائية. عاد تنهضروا على مجموعة المسائل الأخرى يعني الانتشار وتكمل نحو العمق الإفريقي. وهذا نقطة تحسب للمغرب الصراحة، لأن بالطريقة ولا باش تيتعامل اللي تيسميو دابا الخبراء الذكاء الاصطناعي تيخلي العلاقات ديالو مزيانة. وهذا كله تيرجع لدبلوماسية خارجية، دبلوماسية في التعامل مع الأزمة الأوكرانية وفي التعامل مع مجموعة الأزمات خلاته تيحافظ على التوازنات، تيرضي جميع الجوانب بلا ما تأثر. وهنا تنرجعوا للمنطق البراغماتي. أنا دائما ملي كنت مع بلادي تنمشي بمنطق براغماتي، أصح هو الأصلح. ونحكموا المنطق البراغماتي، ما كاينش عدو دائم، ما كاينش صديق دائم، ولكن كاينه مصلحة دائمة. دائما المصلحة البلاد في الدرجة الأولى. عموما إلى باش نهضروا على المغرب ونجحقوا صراحة، فاش كتشوف مجموعة ديال التقارير مؤخرا اللي تيهضروا، راه مقارنة مع بزاف ديال الدول راه مزيان. ما وصلناش اللي بغينا، ولكن تيبقى راه مزيان. النمو، العجلة باش تدور ثقيلة ولكن تدور في بلاصتها. نتمنوا أن بعض التغيرات يوقعوا، ومجموعة ديال المسؤولين اللي في شي منصب يدير الخدمة ديالو راه نكونوا بخير. يعني الإنسان راه ما يخصو حتى خير، يولي عايش بخير. هذاك اللي تيبغي غير يعيش مزيان وفي الطوموبيل ويدي الفلوس، راه كتعيش مزيان وتعيش في الطوموبيل وتسافر وتدي الفلوس وكلشي، ولكن في نفس الوقت غتخدم وترتاح انت ويرتاح ولادك وتدير رحمة الوالدين والله يشكرك أي واحد. المهم تحية لكم جميعا، شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.